قال مهدي بن عدو الإدريسي طبيب فريق الوداد الرياضي أن الحالة الصحية ديال اللاعب البوركينابي ستيفان عزيز كي تحسنت من بعد ما تصاب في الراس ديالو في ماتش الفريق البارح الجمعة ضد عزام التنزاني في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكاف. وأكد بن عدو الإدريسي في تصريح لهي سبورت أن عزيز كي خرج من السبيطار اليوم في الظهر وطبق البروتوكول الخاص بهذه الحالات، وتبين من بعد الفحص بالأشعة أنه ما عنده شي إصابة خطيرة، ولكن كان ضروري يبقى تحت المراقبة الدقيقة لمدة 12 ساعة. وزاد نفس المتحدث أن اللاعب البوركينابي غادي يغيب تقريباً 8 أيام، ومن بعد غادي يرجع يتريني عادي مع الفرقة. للتذكير، عزيز كي اتصاب في الراس في الدقيقة 78 وخرج نيشان للسبيطار قبل ما يتأكد أن صحته مزيانة. ومن جهة أخرى، الوداد رجع ب3 نقاط مهمة من عند عزام التنزاني وتصدر المجموعة ديالو ب6 نقاط، تابعوا مانيما الكونغولي ب3 نقاط وعنده ماتش ناقص. أما عزام التنزاني ونيروبي الكيني مازال ما عندهم نقطة، مع العلم أن نيروبي حتى هو عنده ماتش ناقص.